بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم من قناة اكلات ويوميات مها. يلا اول مرة يشوفني او يشوف قناتي يا ريت يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصل لكم الاشعار بتاعه. ويا ريت تشيروا الفيديو كده عشان اكتر ناس تشوفه. الاول كده، اول ما بدأت الفيديو بتاعي النهارده كنت عاملة شوية لحمة ما شاء الله جميلة جدا. انا عملتها قبل كده على القناة، فاللي عايز يعرف طريقتها يقول لي وانا اعملها له، او اقول له، او هتلاقوا مكتوبة الطريقة بتاعتها في صندوق الوصف بتاع تحت العنوان. قلنا بقى نعمل شوية رز كده حلوين اصفر ما شاء الله، كان جميل جدا وطعمها حلو. وكمان شوية اللحمة ما شاء الله حتة طعمها جميل وكمان حلوة جدا. وناخد بقى الاكل ده ونروح فين يا بنات؟ بقالنا كتير ما خرجناش ورحناش في اي حتة، كنا قاعدين على طول قاعدين في البيت. يعني قلنا يوم كده ناخد الاكل بتاعنا والغدا بتاعنا ونروح نتغدى في الغيط بتاعنا. وكمان لقينا شوية بتنجان. يعني هو خلاص البتنجان بقى الشجر بتاعه خلاص بقى زي ما انتم شايفين كده قرب ينشف، فبيبقى في حاجات بسيطة قلنا هنقيها. البنات نزلوا وينقوها على ما انا احضر يعني او نظبط الحتة اللي هنقعد فيها. ما شاء الله البتنجان كان جميل. فنقينا شوية كمان، حتى نقينا برضو كام فلاية كده على شطة. وده بقى زي الذرة يا بنات ما شاء الله. خلاص يعني هو الفيديو ده بقى له فترة متصور، بس انا لسه صراحة بمنتجاه قريب. فالفيديو ده بقى له فترة حوالي اسبوعين كده ولا حاجة، بس كنت عندي مشكلة في التليفون فمعرفتش انزله. طبعا كان يوم حلو وكمان اتغدينا وكمان عمة الاولاد كانت موجودة، فقلنا ناخد بقى الغدا بتاعنا ونروح لغاية نقعد بقى طول النهار هناك ونتغدى هناك. وكمان روحنا يومها متأخر. ده خير بقى يا بنات، ده الخير بتاع بلدنا ما شاء الله الخير. وبالذات اللي عندهم ارض بيبقوا عارفين معنى كلامي، يبقى ما شاء الله الخير كتير عندهم. بس اللي بيحافظ عليه ويرعاه، الزرع بالذات عايز الحاد اللي يرعاه ويخلي باله منه ويسقيه على طول، يخلي ايه، يحافظ عليه عشان تاخدي اطول انتاج للزرع. انت لو محافظتش عليه الزرع بتاعك بينشف بسرعة وكمان ما بيطرحش كتير. المهم يعني ايه، حتى البنات هما اللي كانوا بيصوروا هنا، فكانوا بيصوروا الخضرة بقى والغيط والزرع. صراحة كان يوم حلو. كمان قضينا خرجنا برا البيت كل يوم نفس نصحى نفطر نتغدى نعمل اللي ورانا. فقلنا تغيير. وكمان وبصراحة ما خرجناش برضو السنة دي خالص ولا رحنا أي منطقة برا بعد بعد الدروس والامتحانات، فخلاص المدارس على الأبواب يعني. ده بيغير في النفسية جدا. كفايه شويه الهواء اللي بتشميهم، كفايه منظر الخضره اصلا، كفايه البراح والوسع. انت قاعده في خلا يعني، يعتبر مكان واسع ما فيهوش حد كتير، ما فيهوش زحمه، ما فيهوش دوشه، ما فيهوش اي حاجه بقى. المهم خلصنا وطلعنا، ناديت على البنات بقى وكل اللي موجودين وقلنا عشان يلا نتغدى. عملت بقى الرز الاصفر ما شاء الله كان جميل جدا ومفلفل وطعمه جميل. وكمان مش رز اللي هو البسمتي، الرز المصري. وجبنا الشيف زي ما انتم شايفين كده طعمها جميل جدا. وبعد ما خلصنا بقى غدا خدنا كل المواعين دي على الطرمبه وغسلنا المواعين بتاعنا. يعني طبعا مش هنروح بالاطباق طبعا ايه متوسخه، قلنا لا هنغسلها بقى على الطرمبه. كنت واخده كمان البريل والسلك معايا ورحنا بقيت انا ادور لهم وهم ويغسلوا على الطرمبه. رجعنا بقى لايام زمان، الطرمبه بقى من قبل الحنفيات ميه والحاجات دي. حتى الطرمبه طعمها حلو في الشرب عن كمان ميه الحنفيه بكتير. ويومها بقى دبست عمتهم وقلت لها ايه، لا اغسلي انت بقى المواعين وانا هصورك او انا هدور لك الطرمبه يعني. المهم صراحه متلمهم كلهم وغسلنا وشربنا الشاي وقعدنا كمان وجبنا قصب ومصينا قصب بالليل. بس صراحه نسيت اصور الحته ديت لان كانت الجو ضلمه بقى فايه ما كانش هينفع. وخلصنا كل الحاجات ديت وروحنا بعد عيشة كمان. وبكده يا بنات يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب ما تنسونيش من اللايك والشير ودعوة حلوة من قلوبكم، وكمان تعليقات حلوة كده من عندكم عشان استمر واتحفز في نشر فيديوهات ليا. اشوفكم على خير، ما تنسونيش من صالح الدعوات. ومع السلامة، فيديو جديد والى اللقاء.